السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل حلويات المذبح، احنا عارفينها طبعا. دي منها السجق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غسلاها وهخليها كده معمولة من جوه، خليه من بره جوه عشان خاطر بتدي طعم حلو الدهون بتاعتها بتدي طعم حلو للحشو من جوه. تمام. وطبعا عندي الشبت والبقدونس والكزبرة هقطعها تقطيعة صغيرة جدا. وعندي كمان طبعا دي التخديعة بتاعت المحشي. انا مش عاملة كمية كتير لان هو يعتبر كيلو سجق واحد يعني. تمام. فما حطيتش كتير يعني في القوطة. وهنا عندي بقى إيه اللي هي بقى الحلويات. بسلقها اول اتغسلت واتاخدت غلوة كده، وبعد كده رحنا منزلين المية ورحنا مغيرين طبعا المية. بس الشوربة بتاعتها ما شاء الله بيضة زي الفل. هو النور قاطع فمش جايبة يعني اللون بتاعها. نضيفة زي الفل. طبعا حطلها جزراية اهي، وحطلها بصل، وحطلها ورق لوري. وطبعا انتوا عارفين الحلويات لحمة راس والصدر والفشة اهي. فكل دوت بيتسلق بقى سلقة حلوة كده. ولما تستوي بتتقطع صغير خالص، وبعدين بتتحمر ويبقى عندي كده خلصت. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هحشي السجق وهسيب دي تكمل السواية، لسه بدري عليها يعني. عقبال ما اعمل السجق هحشي السجق وبتاع، وافتح على المية عشان اسلقها بالمرة تكون دي خلاص استوت بأمر الله. لسه بدري يعني. تمام. طبعا هقطع بقى الخضرة زي ما احنا شايفين كده. هو حتى حزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة. ما كترتش المرة دي، هو كيلو واحد بس. كيلو. طبعا غسلت الرز وحطيت التوابل بتاعتي والملح والفلفل، وكنت حاطلها طبعا مع الطماطم. تمام. دلوقتي هقلب بقى دول قوي قبل ما انزل الخضرة علشان الرز يشرب التخديعة كويس. انا مش مكترة عشان هو كيلو واحد سجق. النور قاطع ومش جايب اللون الطبيعي بتاعه يعني. ما شاء الله الطماطم حمرا وحلوة، بس مش طالعة كويس في الكاميرا عشان الإضاءة طبعا. هنزل بقى بالخضرة. بسم الله. انا بحب الخضرة حلوة قوي في المحشي عشان ما بتخنش. هقلبها بقى كويس وارجع لكم تاني. دلوقتي هحشي بقى السجق اهو زي ما احنا شايفين. انا عامله الظهر من جوه علشان خاطر الدهون اللي بتطلع منه بتخلي طعم الحشو من جوه جميل جدا. تمام. اهو احشيه من جوه، خلي الظهر من جوه واللي من جوه بره زي ما احنا شايفين كده. تمام. انا حطيت لها بقى شويه شطه صغيرين كده، مش كتير يعني، قد معلقه صغيره بس، مع الفلفل الاسود. ما بحطش بصراحه بقى توابل عن كده، ولا توابل محشي ولا اي حاجه. انا بحط الفلفل الاسود بس. المره دي حطيت لهم شطه بقى عشان الجو النهارده ساقع. هفرده وممليش السجق للاخر يعني.
كده هنحط بقى السجق في الميه. بسم الله. كده 2 اهو. ما تخافيش، هو هيقفل، ما تقلقيش خالص يعني، من غير ما تربطي ولا اي حاجه، انت بس تمسكيه كده شويه هيقفل بقى. نكمل بقى. دلوقتي هخلي النار وسط واسيبه بقى يستوي مع نفسه كده، وما عليش النار عليه قوي. تمام. دلوقتي خلاص هي دخلت على سوا ما شاء الله عليها يعني. تمام. حطيت لها بقى الملح والفلفل. بصوا الشوربه الله اكبر عليها حلوه وجميله ازاي، بيضه زي الفل. بس طبعا احنا مش هتتشرب يعني، عايزه تشربيها عادي يعني. تمام. وطبعا السجق بقى على النار يستوي مع نفسه كده، واطلع دي عقبال ما تبرد شويه اقطعها صغير عشان احمرها. حبايبي انا سلقت السجق زي ما احنا شايفين اهو، لسه مطلعه من على النار حالا اهو. عملت طبق سلطه، طبعا بصلايه بالملح هي بنقعها شويه، وبعد كده احط لها الخل والليمون. وقطعت بقى الحلويات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، قطعتها برضو، سلقتها حلو قوي يعني ما شاء الله، مسلوقه جامد يعني. طبعا هتتحمر دلوقتي. بصوا مستويه جدا. بصوا حطيت لها الملح والفلفل وورق لوري وجزر وبصل، يعني مظبطاها جدا. وطبعا فضل شوية رز من التغذية بتاعت المحشي او المحشي عامة، رحت سويتها على النار وهحط الطبق ده مع الاكل. تمام. ممكن عايزة تعملي بقى معاه رز حبة، اللي هي حبة وحبة دي الحمرا دي، الأحمر والأبيض، حبة بحبة، حبة وحبة دي ممكن تعمليها بتبقى طعمها حلو برضه معاها. فانتي اللي انتي عايزاه، دي أذواق واللي انتي عايزاه تعمليه. بس أهم حاجة استوت معايا تسوية حلوة جدا أوي زي ما احنا شايفين، ناقص بس هتتحمر. بعد ما حمرها بيترش عليها ملح وفلفل ويبقى كده تمام يعني. وبرضو السجق هيتحمر. ده كيلو يعني، ده كيلو، مفيش غير واحدة بس اللي طلعت متقطعة معرفتش احشيها.